السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أحلى وأجمل تورتاية في الدنيا بطريقة سهلة وبسيطة خالص، والمقادير والمكونات مفيش أسهل ولا أبسط منها. الكيك هش وخفيف وإسفنجي وفلافي خالص، وعاملينه بالدقيق العادي من غير دقيق الاسبونش الجاهز، والكريمة متماسكة وسكره مظبوط وطعمه بجد حاجة كده قمر، تحفة جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنقطع الكيك من غير سكينة منشار، هنقطعه بطريقة تقليدية جدا وبطريقة سهلة قوي. شايفين قد ايه الكيك هش وفلافي وانا بقطعه؟ بجد حاجة كده قمر وهتعجبكم قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نبدا في الطريقه بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا معايا طبق كده يكون نظيف ما فيهوش اي ميه، هحط فيه 4 حبات من البيض يكونوا ساقعين قوي قوي وخارجين من التلاجة. هحط عليهم معلقه كبيره من الفانيليا السايله او البودر اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه، بس انا بفضل الفانيليا البودر اكتر، فهحط 3 اكياس من الفانيليا البودر. خلاص. وبعدين معايا معلقتين 2 كبار من النشا، معلقتين كده ممسوحين، ما يكونوش هرميين، معلقتين ممسوحين. خلاص. الناس اللي بيقولوا يا جماعه ان النشا بتنشف الكيك، لا، النشا بتنعمه. وبعدين معايا معلقه كبيره كده من الكيك شيف، مش البيكنج باودر، الكيك شيف. خلاص. وبعدين هبدا ان انا اضيف نص كوبايه من السكر وعليها معلقتين 2. السكر كان مظبوط قوي، حابين تقللوا عن كده مفيش اي مشكله. نص كوبايه من السكر ومعلقتين من السكر، يعني كوبايه الا ربع. وبعدين هضيف معلقه كبيره من الخل. الخل بيخلي الكيك فلافي، وزفارة البيض مش بيخلي ليها اي وجود. خلاص. وبعدين بقى السر الكبير، معايا معلقه كبيره من محسن الكيك الجل، بس قبل ما اضيف معلقه المحسن هضيف كوبايه ونص من الدقيق، ولازم انخلهم كويس قوي. ومعلقه كبيره يا جماعه من محسن الكيك الجل، وما ينفعش نستغنى عنها، دي اساس الكيك الاسفنجي. خلاص. معلقه كبيره من محسن الكيك الجيل، انا مستخدمه بونو. وبعدين احط عليها نص كوبايه من الميه الساقعه المثلجه، واضربهم بقى بالمضرب البيض او العجان كويس جدا جدا جدا. لازم اضربهم يا جماعه كويس لحد ما الخليط كده يبقى عامل زي الكريم شانتيه. خلاص. وبعد ما اضربهم كويس هحطهم بقى في صينيه، المقاس اللي انتوا عايزينه على حسب ما انتوا عايزين حجم الكيك. التسويه بتاع الكيك يا جماعه مهمه قوي قوي قوي، بس اهم حاجه نبطن الصينيه بورق زبده، وقبل ما نحط الورق الزبده كمان نحط مسحه بسيطه من الزيت في قلب الصينيه. سريعا كده، معايا 4 بيضات، 3 اكياس من الفانيليا، معلقتين كبار من النشا، معلقه كبيره من محسن الكيك الجيل، معلقه كبيره من الخل الابيض، كوبايه الا ربع من السكر، من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من السكر، معلقه كبيره من محسن الجل، نص كوبايه من الميه الساقعه المثلجه، كل ده يكون خارج من التلاجة يا جماعه، ده اهم حاجه. ومعلقه كبيره من الكيك شيف. خلاص. وزي ما قلت لكم بندهن الصينيه دهنه بسيطه من الزيت، وبعدين بحط ورق الزبده. خلاص. لان ورق الزبده الايام دي ما عادش اللي هو ايه، جودته حلوه، فلازم دهنه الزيت دي. والصينيه بقى على حسب ما انت عايزه سمك الكيك، وبرده حجم الكيك كبير او صغير. انت طبعا عشان عندنا عيله كده كبيره، فاحنا محتاجين صينيه كبيره. خلاص. لكن لو عايزين حجم الكيك صغير من 4 افراد ل6 افراد، اعملوها في صينيه اصغر من دي. وطبعا هترمي معاكم طبقات كتير. انا عملت معايا 3 طبقات وكانوا مظبوطين ومعقولين قوي. بحط كده ورق الزبده، بس اهم حاجه يا جماعه ان خليط الكيك انضرب معايا كويس قوي، وكل المكونات خارجه من التلاجة. خلاص. ضربته كده بالمضرب كويس، بقى الخليط معايا عامل زي الكريم شانتيه كده، لازم يتقل، وما ينفعش نستغنى عن محسن الكيك الجل. لو قعدتي تضربي فيه لتاني يوم مش هيعمل الخليط الفومي ده معاكي. تمام. وبعدين بقى نشوف التسوية مع بعض. بعد ما نضيف الكيك كده وبخلة او بسكينة او باي حاجة، نخرج كده الهواء اللي فيه عشان ما يعملش فقاعات كبيرة جوه الكيك. طيب التسوية بتاع الكيك ده يا جماعة بيكون غير اي كيك. لو انت هتسويه في فرن بوتاجاز، بيستوي على درجة او له تايمر، يعني بيكون على درجة 160 درجة مئوية. خلاص. 160 يا جماعة في الفرن الغاز، في الفرن البوتاجاز. طيب لو فرن غاز بقى، بنهدي الفرن زي الشمعة، بياخد معايا من 30 دقيقة ل 40 دقيقة. واختبره بخل، اول ما ريحته تطلع كده وياخد اللون الحلو ده معايا اختبره.
خلاص. ولو لقيته استوى ابدا ان انا اطفي الفرن واسيبه بس دقيقتين كده في الفرن، وبعدين عشان ياخد حرارة الفرن وبعدين اطلعه. تعالوا بقى نحضر الكريم شانتيه. معايا كوباية من السكر حبيبات، مش سكر بودرة، عشان السكر البودرة يا جماعة بيخلي الكريمة تمط. كوباية من السكر الحبيبات، عليها كوباية من الكريم شانتيه، عليها كيس من الفانيليا، هيدي ريحة حلوة قوي قوي للكريمة. وبعدين معايا كوباية وربع من المية المثلجة، بضيف كوبايه الاول وبعدين الربع ده بضيفه شويه بشويه. ممكن ياخد معاكي كوبايه وربع او كوبايه ونص من الكريم شانتيه، انا مستخدمه دريم. وبعدين اضربه بالمضرب الكهربي كويس جدا، ما ينفعش نستخدم مضرب يدوي خالص في المرحله دي. خلاص، نضرب كويس قوي قوي يا جماعه الكريمه لحد ما قوامها يتقل معايا. تمام تمام. حابه انت تضيفي اي لون طعام، مفيش اي مشكله خالص، طعام صحي، لون طعام صحي. حابه تضيفيه تغيري لون الكريمه عادي. تمام. بس اهم حاجه الميه اللي تنضاف على الكريمه لازم تكون ميه مثلجه. واضيف كده الميه شويه بشويه لحد ما احس كده بعناية كده، بمعيار عينيا ان الكريمه بقت مظبوطه. اطلع الكيك يا جماعه. المفروض الكيك السبونج بيبات لتاني يوم عشان ما يتهريش مني ويتفتفت واعرف اتحكم فيه، عشان بيبقى هش قوي. بس انا طبعا يا دوبك سبته يبرد نص ساعه بالظبط على ما حضرت الكريمه واشتغلت فيه، لان انا كنت مستعجله جدا وعشان التصوير كنت عايزه كل حاجه تخلص في يوم واحد. تمام. طيب اللي بعد ما الكيك برد تماما ببدا ان انا اقشر كده الوش واقشره من تحت. لازم يا جماعه الكيك يتقشر كويس قوي قوي، واي حتت ناشفه فيه كده تتشال عشان ما ياخدش الكريمه ويطلع. طيب بقطع الكيك بالخيط. ببدأ ان انا بعمل حز بسيط كده بالسكينة، بعمل علامة بس بسيطة كده على حرف الكيك، داير داير كده. وبعدين بالخيط ببدأ ان انا ادخله كده في قلب الكيك، وابدأ ان انا يدوبك اشد الخيط الاقي الكيك اتقطع. تمام. طيب عايزين نعمل بقى الطبق الدوار، نجيب طبق ونحط عليه صينية بس كده، ونحط ورقة زبدة تاني اللي احنا عملنا بيها ونبدأ نزين بقى. شفتوا اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. والكيك فاتح وتحفة. طيب يبقى تاني قطعنا الكيك ازاي؟ بنبدأ ان احنا نجيب سكينة ونمشي بس على حرف الكيك، ما بنقطعش، بنمشي بس بنعمل علامة كده، بنحز بس كده الكيك بسكينة. وبعدين بندخل الخيط بتاعنا في قلب القطعة اللي احنا قطعناها الصغيرة دي بالسكينة، ونبدأ ان احنا نشد الخيط من الناحيتين الاتنين، هتلاقي الكيك بتاعك اتقطع. خلاص. وبعدين بالكريم شانتيه بقى شايفين قوامه حلو قوي قوي. ضفت كده الميه شويه بشويه لحد ما الكريمه قوامها ظبط معايا. وبعدين هبدا ان انا بقى اغلف كل التورتايه بالكريمه زي ما انتم شايفين كده. معايا القطاعه بتاعت البسبوسه، بحطها كده في ميه سخنه وببدا ان انا اساوي كده وش الكيك. شايفين شكله يا جماعه عامل ازاي؟ بجد والله عاملين بحاجات بدائيه خالص، وبجد نتيجه تحفه. ولا بقى طبق اللي هو الدوار ده ولا اي حاجه خالص. وعندي مشط مستخدماه للمطبخ بس، اوعوا، للمطبخ بس. تمام. نجيبه كده مخصص للمطبخ، ونبدأ ان احنا نعمل الاشكال دي. لو متوفر عندك المشط التاني دوت اللي هو بتاع الحلويات استخدميه عادي، مفيش اي مشكلة خالص، والمشط ده بيوفي الغرض وبيبقى تحفة. طيب التزيين بقى ده ذوقك انت. احنا لحد كده خلصنا المقادير واللي طلع معاكي الكيك 10/10. دلوقتي بقى التزيين ده بتاعك انت بقى. انا دلوقتي جبت صوص صوص فراولة جاهز. على فكرة نقدر نعمل جناش شوكولاتة في البيت بيبقى تحفة ونزين بيه. اللي هو بنجيب 4 مكعبات كده او 6 مكعبات من الشوكولاتة الخام، بضيف عليها معلقتين كبار من الحليب، ومجرد ما يدوبوا مع بعض كده على حمام بخار، ما احطهاش على النار عشان ما تخرستي. وبعدين اسيبها تبرد خالص، وابدا ان انا اعمل بقى داير داير كده زي ما انا عامله بصوص الفراوله. خلاص هيبقى شكلها تحفه. بس طبعا صوص الفراوله كان طعمه خطير دوت جاهز، فكان قوامه ما كانش تقيل قوي معايا. وبعدين جبت البابلز الذهبي دي، ده وردات بالكريم شانتيه داير داير كده على التورته، وابدا ان انا احط بقى اي تزيين عليها. تمام. اي تزيين واي حاجه بس تكسر اللون. تورتايه كان شكلها حلو قوي. انا ما حبيتش صوص الفراوله ان هو يبقى عليها كلها كده، يعني دايره شكلها، كانت شكلها حلو قوي. بس بجد يا جماعه اهم حاجه المضمون. الكيك كان طعمه خرافه. الكيك ده ولا اتحط في التلاجة ولا اي حاجه. شايفين بقى شكل التورتايه وقطعه الجاتو بتاعه التورتايه عامله ازاي؟
بجد حاجة كده تحفة. الكيك ولا سقيناه اي حاجة، الكيك طري فلافي هش جدا خفيف، شايفينه وانا بقطع بالشوكة حاجة كده هوا. بجد والله يا جماعة لو جربتوها هيعجبكم قوي قوي. مقادير سهلة وبسيطة، قوموا يلا كلكم جيبوا المقادير وجيبوا المكونات واعملوها، وبإذن الله هتعجبكم قوي قوي قوي. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم، الطريقة تكون سهلة وبسيطة، والسلام عليكم.